بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في البداية دعواتكم لأهلنا في فلسطين، دعواتكم لأبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللي توفاهم الله، ربنا يجمعنا بيهم في جنات النعيم، آمين يا رب العالمين. دعواتكم لكل مريض بالشفاء العاجل يا رب العالمين. نادي الزمالك وفضيحة جديدة من فضايح نادي الزمالك المالية وعدم سداد المستحقات لأحد الأندية. كان قبل كده شفنا سبورتنج لشبونة وشفنا مارتيميو البرتغالي والقضايا اللي رفعوها في الاتحاد الدولي، لكن هذه الأندية كانت خدت وقت، يعني الموضوع بتاعهم كان طول شوية، وزي ما قال عبد الغني السيد أمانة عليك ليل طول وهات العمر من الأول. لكن كارثة نادي الزمالك الجديدة وفضيحة نادي الزمالك الجديدة من الأول، من البداية، مع نادي ألكسندريا الأوكراني اللي كان بيلعب فيه إخوان ألفينا أو إخوان بزيرة، النادي الأوكراني. أنباء على أن هذا النادي الأوكراني يتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب عدم سداد المبلغ المستحق للنادي الأوكراني المتفق عليه كقسط أول في صفقة خوان ألفين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني نادي الزمالك أخل بالاتفاق مع نادي ألكسندريا الأوكراني، وكانوا متفقين على ان نادي الزمالك يدفع مع بداية او يعني اول ما اللاعب ينتقل لنادي الزمالك تقريبا مع بداية شهر 8 اللي فات تقريبا، الزمالك يدفع القسط الاول اللي هو نص المبلغ تقريبا، او كانوا متفقين مثلا المبلغ يندفع على 3 اقساط، فدفعوا المفروض القسط الاولاني 400,000، اصل اللاعب جايب 1,200,000 للنادي، غير المبلغ اللي هياخده اللاعب فيه كمان ب 2 مليون، ب 2 مليون. لاعب الكسندريا اعلن ب 2 مليون يورو، وغير ال 300 البونص، 300 مليون يورو او 300 مليون دولار بونص. ففي قسط اول تقريبا هيندفع حوالي 600 700، فنادي الزمالك المفروض يدفع فما دفعش، حتى البداية غير مبشرة يعني. المهم، مسؤولين نادي الزمالك بيجيبوها في ايه بقى؟ في الارض يا معلم. تعالى نتمحك، احنا كان يعني عاملين حسابنا على الارض، بس الارض اتسحبت، والازمة بتاعتنا بدأت مع سحب ارض فرع اكتوبر اللي كانت بتوفر موارد مالية للنادي. ليه يا عم؟ هي الارض دي كانت كل يوم بتبيض لكم بيضه ذهب، فما بيضتش النهارده؟ ها، يعني كل يوم كان طول ما هي موجوده ادي بيضه، ها هندفع بها المستحقات، ادي بيضه هندفع فيها التامينات، ادي بيضه هندفع فيها الضرائب، ادي بيضه هندفع فيها بطيب، ادي بيضه هندفع فيها تعاقداتنا الجديده، ادي بيضه هندفع لاوكسندريا. فاتخذت بالها مين؟ فالبيض ما جاش، البيضه الذهب ما جاتش عشان الارض. ايه الكلام الخايب ده؟ ايه الكلام الخايب ده؟ هما بيقول لك اتاخرنا في سداد القسط الاول، وتواصلنا مع النادي الاوكراني وقلنا لهم ان احنا اتاخرنا في تحصيل مداخيل ماليه للنادي. ايه هي المداخيلك الماليه؟ بننصب بتضحكوا على النادي. اتعطلنا في تحصيل مداخيل ماليه، عطلت ارسال القسط اللي هي ايه بقى؟ لا مؤاخذه، يعني المداخيل اللي ليك فتعطلت. قال لك النادي الاوكراني، هم بيقولوا الزمالك لم يتقدم بشكوى للفيفا ضد الزمالك حتى الان، لكن ازمتنا بدأت مع الأرض. لولا سحب الأرض ما كناش وقفنا في الموقف ده مع نادي، فيا حكومة رجعوا لنا الأرض بقى علشان نقدر نسدد نفس فكرة. مع الفارق في التشبيه طبعا ما فيش، وهنا ما لا أقصد أي شيء ولا أقصد مقارنة، هنا بس مجال علشان أتكلم في نقطة بتاع إخواننا في فلسطين، إن البهايم اللي بتقول لك لولا حماس و7 أكتوبر ما كانش حصل في غزة، وما كانتش فلسطين عملت كذا وعملت كذا. لا والله، يعني 7 اكتوبر هو اللي خلى النتن يطلع يقول لك حلم اسرائيل الكبرى، وعاوز ياخد جزء من مصر والسعوديه، وحلم اسرائيل الكبرى. طب مصر عملت له ايه عشان يضم مصر؟ ده حلم ملوش علاقه بحماس ولا بغيره.
لما يطلع مع الحاخام يقول له الحاخام يقول له عاوزين نسرع بعمليه بناء الهيكل، قال له مش عارف ايه علشان ايه المسيح الدجال يجي، يعني هم في عقيدتهم كده ان هو المخلص بالنسبه لهم هو المسيح الدجال، فعاوزين نعجل. ايه علاقه حماس؟ طب حماس عملت في الكلام ده؟ طب قبل حماس كل يوم كان في مستوطنين بيعتدوا على الفلسطينيين في الضفه الغربيه، واعتداءات على المسلمين في القدس، واحتكاكات والمصلين داخلين. ايه علاقه ده؟ كده او كده كان هيحصل، كده او كده كان. فما تقوليش اصل بسبب حماس حصل، تبقى انت راجل بهيب، ما انتش قارئ، ما انت ما اتعلمتش من اللي فات. طب والضرب اللي في سوريا، هي سوريا قربت لفلسطين للكيان الصهيوني عشان يخبطوا فيه سوريا؟ هم مشغولين بيبنوا بلدهم دلوقتي ولا اهو كل يوم ضرب في سوريا؟ طب ايران لما بدأوا يضربوا ايران ايه طب والتخبيط اللي كان في حزب الله؟ ما انا في فتوى بقى. إيه علاقة الدول دي اتعاملت لهم؟ لا، كل يوم في ناس بتموت في الداخل الفلسطيني واعتقالات في الداخل الفلسطيني، كل ده في الأراضي المحتلة الفلسطينية. تقول لي أصل حماس، طب وقبل حماس اللي كان بيحصل في الفلسطينيين كان سببه إيه؟ كان ذريعته إيه؟ كان مبرره إيه؟ لكن في ناس ما بتتعلمش، ناس حابة إنها تبقى بهايم، تعيش بهايم وهتموت بهايم، مريحة دماغها. بس حتى تريح الدماغ ده هتتحاسب عليه يعني في الدين وفي العقيدة. ربنا سبحانه وتعالى ستسأل، حتى ولو بالدعاء يا خنصورهم بالدعاء. لكن حتى كمان انت بتهبط عزيمتهم، قاعد في التكييف تقول لك الناس دي هم اللي يا اخي ليه على عين اهلك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي زيك. المهم نادي الزمالك بيقول لك نفس يعني هي الفكره ان احنا لو الارض ما اتسحبتش ما كانش ظروفنا الماليه بقى كده. طب وهي الارض كانت معاك سددت مستحقات اللعيبه بتاعت السنه اللي فاتت؟ لا. طب الارض كانت معاك سددت مستحقات اللعيبه او دفعت اي حاجه مستحقات اللعيبه هذا الموسم؟ لا. ده انا في قلت بقى لي يومين عمال اقول لك طب الارض كانت معاك دفعت مستحقات يانيك فيريرا بقى لك شهرين؟ لا. طب ايه علاقه الارض بالمديونات اللي عليك؟ طب ما الارض كانت معاك وبرضه انت مديون لا الارض اي ذريعه وبتاع عشان يتلاكل يقول لك الارض والدوله وترجع لها عشان احنا هنضيع وبنضيع وديع يعني. فزي ما بقول لحضراتكم استكمالا لهذا الامر، بعض الانباء بتتكلم على ان بعض لاعبي نادي الزمالك دفعوا بدل السكن من جيوبهم الخاصه خلال ال7 شهور الماضيه. الارض كانت معاك يا معلم، ما دفعتش اللعيبه ليه؟ قال لك بسبب المستحقات المتاخره، واللعيبه متبقي ليهم 25% من مستحقاتهم الموسم الماضي. واحمد حمدي واحد من الناس اللي مش عاوز يجدد عقده غير ما ياخد ال 25% بتاعت الموسم الماضي، المستحقات التي لم يحصل عليها. وشهر يوليو واغسطس دول مستحقات متاخره ليانيك فيرير. بعض الانباء بتتكلم على ان نادي الزمالك اتنصب عليه في صفقه اللاعب بارون اوشونج ده، ولا اللاعب الكيني اللي حصلوا على الفيفا تحت السن انه يقيدوه تحت السن خلال الفتره المقبله. واللاعب دخل تدريبات من هنا يا اخويا وما فيش نص ساعه جاري جاله شد عضلي ما قدرش يكمل يعني. بعض الانباء بيقول لك ان اللاعب اللي متعاقد معاه نادي الزمالك لاعب طويل، وهو شفت ولاد جته وطول بعرضه وضخم وبتاع 178 سم يعني. فالبعض نشر ليه صور مع مين؟ مع عبد الحميد معالي. محمد عبد الحميد معالي 168 سم، وبيقول لك اللاعب الكيني 178 سم، يعني اطول من عبد الحميد معالي ب 10 سم. لكن الغريب في الصوره اللي ظاهره بيقول لك ايه بقى؟ ان عبد الحميد معالي اطول من اللاعب، يعني ما تعرفش ازاي يا معلم القصه او حصلت ازاي، ما تعرفش. هم بيقولوا كده ازاي انا ماليش فيه بقى يعني هم بيقول لك هذا. شايف هم بيقول لك ادي اهي عبد الحميد بشوف عبد الحميد علي اطول ويقول لك 168 سم، واللاعب جايبينه على اساس 178 سم. الله اعلم بصحه هذا الكلام، لكن لو اتنصب عليه ما هو وحتى بيقول لك الشبه مش هو، او ربما اللي ماشي مع عبد الحميد معالي حد تاني يعني. لكن لو كانت دي نصبايه تبقى نصبايه القرن، نصبايه. هو حصلت قبل كده اعتقد برضو مع نادي الزمالك، يعني جابوا لاعب غير اللاعب اعتقد يعني. بالنسبة للمعلق التونسي عصام الشوالي في بودكاست على بين سبورت اتكلم عن افضل نادي في القارة الافريقية في الماضي ومستقبلا وحاليا. قال لك الاهلي المصري سيد القارة الافريقية حاليا ومستقبلا. ليه يا عم؟ قال لك الاهلي المؤسسة الوحيدة في افريقيا وليس نادي، الاهلي مؤسسة مش مجرد نادي. قال لك من في 2006 في كأس العالم للأندية اللي شارك فيها النادي الأهلي، منظمو بطولة كأس العالم للأندية بلغوا أبو تريكة إنه هيحصل على الكرة البرونزية في البطولة. بعض شركات التسويق كأفضل ثالث لاعب يعني
ضغطوا ومنحوا الجائزة، بعض شركات التسويق ضغطوا ومنحوا الجائزة لديكو لاعب برشلونة في هذا التوقيت، وقال لك أنا أعلم ما لا تعلمون من الكواليس. كان في بعض الصحف اتكلمت عن دومينيكو تيديسكو، ده مدرب ايطالي، اعتقد ايطالي الماني يعني، كان بيدرب منتخب بلجيكا عن 39 سنه. ربطوا ما بينه وما بين النادي الاهلي وتدريب النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. حاليا كلام كبير وكثير حول اقتراب هذا المدرب من تدريب فنار بخشة التركي خلفا لسبيسيال وان جوزيه مورينيو في عقد يمتد حتى عام 2027. ايضا من ضمن الشائعات اللي البعض روجها، قال لك ان النادي الاهلي مهتم بالتعاقد مع كاردوزو مدرب صن داونز، لكن حتى هذه كل هذا ولو حصل تبقى كارثه، ما كفايه بقى ريبيرو، هنكرر نفس التجربه تاني. خارج القصه خالص، كاردوزو مش في حسابات النادي الاهلي نهائيا. كل ده مجرد اجتهادات، مش هنقول بقى لا الناس بتجتهد واسماء مدربين، لكن حتى هذه اللحظه النادي الاهلي لم يستقر على اسم مدربه الجديد. في النهايه كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، والنهارده ان شاء الله الساعه 7 كل التوفيق لمنتخبنا امام بوركينا فاسو، وان شاء الله نحسم التاهل لكاس العالم زي ما المغرب حسمتها وزي ما تونس حسمتها باذن رب العالمين. في النهايه شكرا على حسن المتابعة، ودمتم في أمان الله ورعايته. أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.